أستاذة شوكة ما جت أخذت الغياب اليوم؟ إيه صح، ولا هي بالعادة دايم تجي تاخذ الغياب. المهم ترى بكرة راح أغيب، أحس مالي خلق أداوم، ويا رب أن أستاذة شوكة ما تجي تاخذ الغياب. لا تكفين داومي، لا تخليني لحالي يا طالبة. سكسوكة المديرة تناديك. خير إيش فيه؟ والله ما سويت شيء. تعالي لا تخافين أبيك. نعم يا حضرة المديرة. ودي هذه الأوراق الأستاذة شوكة وقولي لها تيجي عندي، أبيها ضروري. تمام. سارونا تعالي معي نروح نودي الأوراق للأستاذة شوكة. أول مرة أشوف عستاذة تبكي، وش نسوي الحين؟ خلينا نكلمها. أستاذة شوكة. نعم، وش تبون؟ أنت بخير يا أستاذة شوكة؟ لا ماني بخير. أستاذة شوكة تكفين لا تبكين، ترى والله نبكي معك. خلاص يا بناتي لا تزعلون. أستاذة قولي لنا وش فيك، يمكن نقدر نساعدك. لا ما تقدرون تساعدوني. طيب علمينا وحنا بنسوي أي شيء عشان نساعدك يا أستاذة شوكة. أنا تطلقت والحين بعيش حياتي وحيدة، ما عندي أهل ولا بيت أسكن فيه. يلا قولوا لي كيف بتساعدوني. أسفين لك يا أستاذة. يلا يا طالباتي روحوا تفسحوا، ما قصرتوا. تمام يا أستاذة شوكة، وخذي هذه الأوراق من حضرة المديرة وتقول لك تعالي لها، هي تبيك. يا طالبات مين تقول لي الحين من وين يتم استخراج البنزين؟ سارونا أنا ماني قادرة أوقف تفكير في أستاذة شوكة، مرة مسكينة رحمتها. حتى أنا طول الوقت أفكر فيها، ودي أساعدها عشان ما تكون وحيدة وحزينة. أنتم يلي تسولفون ورا، من أين يستخرج البنزين؟ راح أكلمها تسكن عندنا بالبيت. هاي يا سارونا، من أين يستخرج البنزين؟ في بيتنا. أقصد مدري. بالله يستخرج البنزين في بيتكم؟ تنكتين يعني؟ لا يا أستاذة معليش، من اليوم تسولفين ولا مركزة وتنكتين بعد. أستاذة معليش لخبط، اطلعي برا حصتي. يلا نكمل الدرس. مين تقول لي وش هي الأشياء اللي نقدر نستخرجها من النفط؟ أنا أستاذة. جاوبي يا سكسوكة. من بيتنا. تحسبيني بطردك عشان تفلينها أنتي وسارونا برا الحصة؟ لا يا حبيبتي، راح أنقصك 5 درجات. هليكوبتر باراكوفر. نقدر نستخرج من النفط منتجات صناعية وتقنية، ومنتجات طبية، ومنتجات الحياة اليومية مثل أجهزة المطبخ والأقمشة الصناعية. أستاذة خير يا سكسوكة، تراك أزعجتيني، أبي أروح دورة المياه، ما فيه روحة. أستاذة لا تنسين تعطينا واجب. شكرا يا تفيخة لأنك ذكرتيني. ليه تذكرين الأستاذة بالواجب؟ لا عاد كذا زودتيها. اطلعي برا الفصل يا سكسوكة، أنت مطرودة. صدق والله؟ بسرعة اطلعي، كل شيء إلا تفيخة. شكرا يا أستاذة. أنت بخير يا تفيخة؟ إيه يا أستاذة أنا بخير، شكرا لأنك دافعتي عني. سكسوكة تعالي نطمن على أستاذة شوكة. إيه خل نروح نطمن عليها. أنت يا شوكة صايرة مهملة ولا تسوين شغلك وبس قاعدة. بس يا حضرة المديرة أنا عندي ظروف صعبة،
ما يهمني وش ظروفك، سوي شغلك بدون إهمال ولا راح أفصلك من المدرسة، سمعتي؟ والله مو ناقصة، خلاص اللي قاعد يصير فيني يكفي. أستاذة شوكة، أستاذة شوكة، أنت بخير؟ لا ماني بخير يا طالبات، معلش أزعجتكم اليوم. لا يا أستاذة، بالعكس حنا نبي نساعدك. يا طالباتي الموضوع أكبر منكم، خلاص أنتم ركزوا بدروسكم. يا أستاذة تكفين، خلينا نساعدك. كيف بتساعدوني يا طالباتي؟ أستاذة تعالي اسكني عندنا بالبيت، والله تنورينا، حتى عندنا غرفة فاضية والبيت يكفينا. صدق يا سارونا؟ ايوه يا أستاذة شوكة، شكرا لكم، ما أدري كيف راح أرد لكم هذا الجميل. بابا دقيقة لا تروح، أستاذة شوكة راح تجي معنا. أها يعني أوصلها لبيتها؟ لا يا بابا، هي مسكينة وتبي تعيش معنا لأنها ما عندها أحد. تكفى يا بابا، نبيها تجي معنا البيت. والله يا بنتي أنا فخور فيك لأنك طيبة وتحبين تساعدين المساكين، عشان كذا ما أبي أفشلك قدام أستاذتك. شكرا يا أحلى بابا بالدنيا. تعالي اركبي يا أستاذة شوكة، يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أستاذة شوكة، ما تتخيلين قد إيش انبسطنا لأنك بتعيشين عندنا واعتبريننا أهلك وناسك. شكرا مرة، والله ما قصرتوا، ماني عارفة وش أقول لكم. واضح أنهم عائلة طيوبة والله راح يعوضني فيهم ويصيرون أهلي الثانيين. الحمد لله صار عندي أهل وبيت. حياك الله، حياك الله يا أستاذة شوكة.